السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو اول مرة تتفرجي على قناتي يا ريت تنوريني باشتراكك الجميل وتفعلي زرار الجرس للكل عشان اي فيديو انزله تلقائي يوصلك. ويا ريت ما تنسينيش في لايك حلو منك وتعليق هيفيدني كتير. آم، بصوا بقى الفيديو ده تكملة الفيديو اللي فات، فيديو العزومة الأخير. طبعا أنا جبت كده بقية المواعين بتاعتي وفضيتها بالطريقة دي وجمعت كده الصيني والإزاز مع بعض عشان خاطر الحاجات دي قبل الكسر بسرعة جدا. فأنا بدأت كده إن أنا أرتب مواعيني، يعني أنا لما بحب أصبن كده بحب أرتب مواعيني كلها علشان يبقى التصبين معايا سهل وبسيط وما تعبش فيه. واحد اتنين تلاتة كده بخلص على طول على طول. آه شايفين انا اهو الحاجات اللي يعني انا بصراحة المواعين دي كانت اصلا بايتة من امبارح، من بعدها على طول ما قدرتش اقف تاني بصراحة واصبن المواعين بالليل. فانا قلت ما فيهاش اي مشكلة، ما نحاولش نضغط على نفسنا زيادة عن اللزوم. لا انا عادي بيتها وصبحت الصبح اهو بغسل فيها. فالحاجات بقى اللي نشفت شوية دي انا بحاول ابلها كده بمية علشان تبقى كويسة معايا في الغسيل. بدأت بقى أغسل المواعين بتاعتي. بدأت كده بالإزاز وسلكة نضيفة وحبة صابون نضاف. المواعين كلها تبقى زي الفل وزي العسل ونضيفة ما شاء الله. بصوا بقى الفيديوهات دي محدش يقول كل فيديو هفضل أقول. في فيديوهات يا جماعة دي فيديوهات متصورة قبل كده عشان محدش يقول لي انتي في شتا. ايوه انا كنت في شتا. الفيديوهات دي هي بتاعتي انا وحصري بتاعتي، مش واخداها من اي حد. لكن دي الفيديوهات بتاعتي دي متصورة من بدري. فانا برضو بحاول كده اديكوا افكار، عزايم او اي حاجة تستفادوا منها، بس مش اكتر. طبعا في ناس كتير عارفة ان انا كان عندي قناة قبل كده فما حصلش نصيب فيها. فانا كنت مصورة فيديوهات يعني زي كده، فانا بحاول انزلها لكم عشان تستفادوا منها ان شاء الله. لو بكلمة واحدة، مش شرط ان انتوا تستفادوا من الفيديو كله، لعل اقول كلمة في الفيديو تستفادوا منها ان شاء الله. بس اتمنى لو وصلنا لهنا مع بعض تعالوا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويا ريت لو عجبكم الفيديو اسفه لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك حلو منكم وتشتركوا برضو في القناه، لان الاشتراكات لسه ضعيفه واللايكات والتعليقات. يا ريت التعليقات الايجابيه بجد بتشجعني كتير. فانا نفسي القناه دي بقى ربنا يعوضني بيها على اللي فات، وان شاء الله تكبر بيكم. انا عارفه ان في ناس كتيره بتشجعني ما شاء الله، ربنا يخليهم لي يا رب. وانا عارفه برضو ان المساله دي بتاخد وقت، مش على طول كده. وطبعا ربنا مش بيضيع اجر اي حد بيتعب فيه. ان شاء الله ربنا يجبرني فيها يا رب. قولوا امين. ان شاء الله. وبصوا كده بدأت بقى اخلص للاسف بقى في حاجات اتكسرت مني، عشان كده انا بقول لكم تاخدوا بالكم جدا. الحاجات دي بجد يعني حساسة جدا، وصدقوني والله اللي بتتكسر منه حاجة دلوقتي ما بيقدرش يعوضها تاني. يعني بصوا المجات الشوربة دي من جوازي وانا محافظة عليها، جت بنتي الصغيرة كسرت لي واحد كده، قلت الحمد لله فداها يعني. بس نحاول على قد ما نقدر نخلي بالنا، ما نخليش ولادنا طبعا يجوا جنب الحاجات دي خالص. هما مش فاهمين حاجة، وبالتالي اي حاجة تتكسر منهم يعني مش هيبقوا واخدين بالهم او عادي بالنسبة لهم. فربنا يسترها ان شاء الله. والسرفيس كمان اللي في ايدي ده برضو يعني الحمد لله اتكسر، بس ده مني انا بصراحة مش من بنتي، فالحمد لله يعني احسن من غيرها الحمد لله. بدأت بقى ادخل على الحاجات الحلل الحلل بتاعتي اللي انا كنت عاملة فيها الاكل برضو. برضو الطقم ده حساس جدا، مش بينفع يتغسل بسلك للبنات اللي لسه متعرفش. سلك المواعين ده لا غلط عليه جدا، هو بليفة بس كده وحبة صابون. هو طبعا ما بيمسكش فيه اي اكل ولا بينشف فيه اي حاجة، مجرد حتة ليفة كده صغيرة هتلاقوه نضف معاكم بالشكل ده اهو شايفين. بس استعماله بصراحة فوق الممتاز، جميل جدا جدا، والاكل مش بيبرد فيه بسرعة، بيحتفظ بالحرارة لمدة طويلة، وكمان الرز بيطلع فيه جميل جدا جدا.
انا حبيته عن السيراميك بصراحة، ما حبيتش السيراميك. الجرانيت احلى بكتير بصراحة، البنات اللي عايزة تعرف يعني. بس كده شايفين تنظيفه سهل وبسيط جدا. ابتدي بقى ان شاء الله. انا عندي فيديوهات لخبيز الكحك والبسكوت برضو من القناة اللي فاتت، بس انا ملحقتش بقى انزلهم. فاللي حابب ان انا انزلهم الايام دي انزلهم عادي، ما عنديش مشكلة. بصوا كده كنت خلصت كل المواعين بتاعتي وسبتها تتصفى بالطريقة دي، وهبتدي بقى اوديها مكانها بعد ما اتصفت كده بالطريقة دي. كان عندي بقى مواعين كتير زي ما انتم شايفين، بس الحمد لله ربنا قدرني وخلصتها خالص، وابتديت رصيتها وكده. نضفت الرخامة بتاعتي وتمام التمام. وهشوف بقى ابتدي اعمل غدا ايه النهاردة. فكرت بقى ان انا اعمل كده فضلت خيركم كده الكبد والقوانص. طبعا الكبد والقوانص ده اكله جميله جدا، في ناس كتيره بتحبها، واحنا من الناس اللي احنا بنحب الكبد والقوانص. بحب اعملها كده بطريقه حلوه، هي ليها كذا طريقه وكل الطرق بتبقى جميله جدا جدا. بس انا الطريقه اللي هعملها النهارده هي طريقه بسيطه جدا وخفيفه. جبت الكبد والقوانص كده بالطريقة دي، كنت شطفاهم كويس جدا من الزفارة وطلعت الدهون الزيادة. طبعا انا ما شلتش الدهون كلها اللي في القوانص، لان الدهون دي بتعمل زي مرقة حلوة كده في الصوص بتاعها، بيخليها طعمها جميل جدا. فانا ما بشيلهاش كلها بصراحة. طبعا بعد ما نقعتها في مية بملح كده وحبة ليمون صغيرين بيشيلوا الزفارة، رجعت صفيتها بالطريقة دي عشان هقطعها خلاص. هبتدي بقى اقطع اول حاجة خالص الكبد والقوانص، لان هي دي اكتر اول حاجة هعملها. طلعت القوانص كده كلها مع بعض بالطريقة دي كده. طبعا كل يوم حيرة اكل وزهق، وانا عارفة ان في ستات كتيرة زي حالاتي انا برضو بنزهق كل يوم هنعمل اكل ايه، بنفكر كل يوم في اكل فطار في غدا. بجد بقت يعني حاجة صعبة جدا، فنحاول ندي لبعض افكار. يعني في ناس لو حابة تديني فكرة كده ان احنا نعمل اكل ايه تاني يوم او كده، انا ما عنديش مانع. بصوا كده جبت بقى القلوب الصغنونة دي، هي برضو بتاخد معايا سوا عن الكبدة، يعني مش بتاخد سوا أوي بس اكتر من الكبدة. فانا بحاول ان انا اعمل الحاجات اللي بتاخد سوا الاول عشان يبقى سواهم كلهم زي بعض، لان الكبدة انتوا عارفين اقل تشويحة كده وبتستوي. جبت هنا معايا حبة زيت، بس بصراحة يعني وفرتهم شوية، حبة زيت كتار كده بالطريقة دي. وحطيت اول حاجة كده معايا الفلفل، لان انا حابة ان الفلفل يدوب معايا. سبتهم كده ياخدوا ويدوا مع بعضهم. طبعا انتوا عارفين القوانص بتاخد سوا، فانا قلت كده على ما تتشوح لها شويه اقطع في الكبده على قد ما تقدروا. تخلي بالكم وتكون كمان السكينه حاميه، عشان خاطر الكبده انتوا عارفين هي مش بتتحمل خالص. فانا خلصتها بالراحه كده وحطيتها كده في طبق. وهشوف بقى القوانص بتاعتي عملت ايه. كانت بقى هنا القوانص بتاعتي اتشوحت خالص اهو زي ما انتوا شايفين. وجبت بقى هنا معايا بصوا الزيت اللي طلع معايا ده، انا خدته كده ونقلته في طاسة تانية علشان ادي صدمة كده للكبدة، علشان لو حطيتها كده على القوانص هتبقى فيها زفارة وهتنزل مية مع القوانص، فانا مش حابة كده بصراحة. جبتها كده. بصوا هنا حطيت برضو يعني ربع كوباية مية على القوانص عشان برضو تستوي حلوة قوي. جبت هنا بقى الكبدة بتاعتي في الزيت المقدوح اللي مكان القوانص الجميل ده. اديت صدمة كده للكبدة بتاعتي وهديها تشويحة بسيطة برضو، تاخد تشويحة كده معايا. وهنا بصوا كنت بقلب برضو القوانص. بجد الطريقة دي جميلة جدا جدا وما بتخليش فيه زفارة في الكبد والقوانص. وخصوصا الخطوة اللي انا بعملها دي بتاعت الكبدة، ان انا بشوحها قبل ما احطها على القوانص. بس كده هسيبها تتشوح. وقلت هشوف بقى هعمل ايه. كنت عندي توم زي ما انتوا شايفين كده، هدي ضربة كده في الكبة. لان التوم اللي بيبقى طري ده انتوا عارفين الفيديو ده مش دلوقتي يا جماعة، عشان محدش يقولي فيه توم طري. الفيديو ده مش دلوقتي، فانا حطيته كده في الكبة.
الكبة طبعا سهلت علينا حاجات كتيرة جدا في حياتنا. فانا دي بصراحة يعني ايدي في المطبخ. الكبة دي ما بستغناش عنها ابدا. بصوا، كان الكبدة خلاص اهي اتشوحت، وبدأت احطها تاني على القوانص. وبدأت بقى اجيب هنا اللي خلاص كانت فرمت معايا التوم بعد ما شوحتهم تشويحتين تاني كده، وحطيت بقى الملح بتاعي، وجبت معايا هنا التوم بتاعي. كنت خلاص اهو يعني هفرم فيه، يعني كان مفروم بس خشن، فانا مش حابه خشن بصراحه ولا ناعم قوي، لان الكبه لما تنعموا فيها الحاجه قوي بتطحنها بتخلي فيها زي ميه. لا، انا عملتها وسط كده حلو يعني عشان يبقى مظبوط، لا هو تخين لا هو آه خشن ولا هو ناعم قوي. كده مظبوط اهو، كويس وتمام زي الفل. وبدأت بقى اجيب هنا التوم معايا، وهحطه بقى على الكبد والقوانص. بجد بيديها طعم وريحة ما اقولكوش، بيديها روح كده حلوة قوي قوي وطعم جميل. التوم بجد فيه اكلات كده من غيرها هو ما ينفعش. التوم جميل جدا ومفيد قوي قوي، في ناس كتيرة ما بتحبش طعمه. كده خلاص كانت الكبد والقوانص بتاعتي استوت وتمام التمام. هشوف بقى انا هعمل ايه جنبها. شايفين بقى طعمها ولا ريحتها؟ كمان كانت ريحتها جميلة جدا. احنا من احباب الكبد والقوانص بصراحة، جميلة جدا. خلاص ركنتها كده على جنب، وجبت هنا معايا حلة وحطيت فيها زيت معايا، وهعمل بقى معاكم مكرونة تحمير. بدأت اجيب مكرونة كده اللي هي الصغيرة التحمير دي، واقلبها حلو قوي في الزيت. طريقة المكرونة دي برضو جميلة جدا للبنات اللي لسه مجربوهاش او بيعملوا المكرونة ام صلصة بس او كده. لا، المكرونة دي طعمها جميلة جدا، جربوها وخفيفة وفي نفس الوقت. بصوا يعني هو تحمير كده، وعلى طول بنحط عليها الطماطم بس كده خلاص بتبقى خلصت. سهلة جدا جدا للبنات، وطعمها كمان جميل قوي قوي. ما تقلقوش يعني مش هيبقى طعمها وحش ولا حاجة. انا الاول كنت قبل ما اعملها ولا اجربها كنت بستغرب، ان انا كنت متعودة على طول على المكرونة المسلوقة ام طماطم اللي احنا عارفينها. فدي طعمها جميل جدا. وكانت خلاص كده الاكل بتاعي استوى كله الحمد لله. وحمرت كمان بطاطس، وجبت مخلل كده زي ما انتوا عايزين تعملوا جنب الوجبة الأساسية. يعني الكبدة ممكن تعملوا جنب منها أي حاجة انتوا عايزينها. أنا عملت مكرونة محمرة بطماطم، وعملت بطاطس، وحطيت جنب منها مخلل ليمون ومخلل مشكل ده اللي أنا كنت عاملاه. وكان بجد العشاء جميل ما شاء الله، بألف هنا وشفا. انا هو الحمد لله اديتكم فكرة كده، ودخلت تاني بس ده بقى كده على طول بعد ما اتعشينا او اتغدينا. جبت بقى المواعين بتاعتي اللي هي بتاعت الوجبة نفسها. فانا قلت لا، مش هخليها بقى على طول اول باول طالما هما قليلين كده، عشان احس ان المطبخ رايق وما اتدهولش تاني. فبدأت ان انا اعملهم كده على طول بسرعة بسرعة. فلو انتي قاعدة كسلانة قومي، ما تكسليش، تشجعي وخلصي حاجة بيتك. اوقات بيجي كتير علينا اوقات ان احنا مكسلين وهمدانين، وبجد الصيف ده حاجة مشكلة جدا جدا في الهمدان. فنستعيذ من الشيطان كده ونحاول نقوم ونخلص اللي ورانا، وبعد كده نقعد براحتنا نشوف اي حاجة احنا عايزين نتفرج عليها، او نقعد او نروح اي مكان. آم، وربنا يعيننا يا رب، كل واحد على بيته وعلى ولاده وعلى شغل بيته، ويعين كل واحد على حاله يا رب. كنت خلاص بقى خلصت، وهي الدنيا تمام مفيش اي حاجة. يا رب بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك، حلو منكم. يا ريت بقى التعليقات يا جماعة، لان في ناس ما بتهتمش بالتعليقات، بس هي بجد بتبقى مفيدة جدا وبتشجعني. فيا ريت يعني تعلقوا، مش هتخسروا حاجة. انتوا اللي هيشوف الفيديو حابب ان هو يعلق لي بجد هيفيدني. بتشجع، بحس ان انتوا متواصلين معايا، بحس ان انتوا بجد يعني الفيديو متشاف، مش محدش متجاهله. في ناس كتيرة بتعلق لي بجد، بشكرهم جدا جدا. بيشجعوني كمان. فربنا يخليكم ليا كلكم يا رب. وكده خلاص، وهسيبكم بقى في رعاية الله وفيديو جديد.
وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تعجبكم. يا رب اشوفكم على خير.